السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بحلول شهر رمضان. كل سنة وكل الأمة الإسلامية بصحة وخير وسعادة يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الوجبة الأساسية للسحور أو للفطار في الأيام العادية. هنعمل مع بعض الفول المدمس في البيت من الألف للياء بكل أسرار المطاعم هتعمليه. يعني شوية فول في منتهى الجمال، حرفيا بجد مفهوش ولا غلطة. فولة لونها فاتح، مستوية كويس جدا وزي الزبدة، بقوام تقيل، بدون ما نضيف اي اضافات. حرفيا بجد لو جربتي تعمليه في البيت مرة واحدة بالطريقة دي، انسي ان انتي تشتريه من بره تاني ابدا. انضف واحلى من الجاهز بمليون مرة. يلا بينا نسمي بسم الله ونشوف طريقتنا على طول. وحابة اطلب منك قبل ما نبدأ تشتركي في القناة علشان يوصلك كل جديد وانتي في مكانك. معايا هنا نص كيلو من الفول، وطبعا الكمية دي بترجع ليكي انتي حسب الكمية اللي حابة تعمليها قد ايه. اهم حاجة وانتي بتشتري الفول، هاتي الفولة اللي لونها يكون فاتح، بلاش الفولة اللي لونها غامق لانها بتفرق جدا بعد كده في التسوية. هاتي كمان الفولة اللي حجمها بيكون متوسط، الفولة دي بتكون بلدي فبالتالي طعمها بيكون حلو قوي. ابعدي عن الفولة اللي حجمها كبير. كل اللي انا عملته، انا فضيت الفول كده في بولة كبيرة ونقيته كويس، وبعد كده تحت المية الجارية غسلته كويس جدا، يعني 3 أو 4 مرات كده. سيبته بقى منقوع لمدة 12 ساعة، يعني بالظبط كده من بالليل للصبح، لغاية ما حجمه زاد واتضاعف والفولة بقت معايا كده مفرودة مش مكرمشة خالص. اهم حاجة بقى في مدة النقع ان انت تغيري المية للفول كذا مرة. الفول من الحاجات اللي بيكون فيها سموم وغازات كتير، فبالتركية دي هتتخلصي من كل الغازات والسموم اللي في الفول. بعد كده هصفي بقى الفول كويس جدا واضيفه كده في الدماسة او الحلة ايا كان اللي موجودة عندك. الاتنين هيدوكي نفس النتيجة. هنبدأ بعد كده نضيف بقى الإضافات اللي هتخلي الفول معانا طعمه ولونه خطير. معايا كده طماطمية متوسطة مبشورة، هنزل كمان كده بالجزراية متوسطة مبشورة، وانزل عليهم كده بنص كوباية متوسطة من العدس الأصفر. غسلته كويس جدا وسبته كده في المصفى لغاية ما يتصفى. العدس الأصفر هنا فايدته انه بيتقل معايا القوام بتاع الفول وطعمه ما بيبانش خالص. هبدأ أضيف بقى كده عصير نص ليمونة صغيرة. الفول هنا من الحاجات اللي بتأكسد، فبإضافة الليمون هيمنع أكسدة الفول فبالتالي مش هيسود أبدا. وبلاش تضيفي الليمون سليم زي ما هو، عصريه كده علشان لو ضفت الليمون سليم زي ما هو هيمرر معاكي. هنضيف بقى كده التركاية اللي المحلات ما بتستغناش عنها أبدا، معلقة صغيرة كده من الكركم. معلقة الكركم هنا ما بتبانش طعمها ولكن بتدي لون خطير للفول. معلقة صغيرة دي كمية مناسبة جدا لنص كيلو فول. ولو هتعملي كمية اكبر مثلا كيلو من الفول، هتضيفي له معلقة كبيرة كده من الكركم. نزلت بعد كده عليهم بالمية السخنة، وفايدة المية السخنة هنا بتقلل من عملية التسوية. لو طبعا مفيش مية سخنة تقدري تضيفي مية من الحنفية عادي خالص. هدي بقى للكلام الجميل ده كده تقلبتين 3 كويس جدا مع بعضهم، بحيث كده ادمج كل المكونات مع بعضها كويس جدا. بعد كده هكمر بقى كده الدماسة بتاعتي كويس جدا. يعني ورقة زبدة او ورقة فويل احطها كده الاول على الدماسة، واغطي بعد كده بالغطا بتاع الدماسة. ننتقل بعد كده للمرحلة الأهم. عايزاكي تتبعي طريقة التسوية دي خطوة بخطوة بحيث تحصلي كده على فولة زي الزبدة ولونها فاتح. أول نص ساعة هنرفع الفول كده على نار عالية. طبعا بنراعي ان احنا نضيف الكمية المناسبة من المية للفول بحيث ما نفتحش عليه كذا مرة. انا هنا فتحت عليه مرتين او 3 بالكتير خالص، بحيث اوريكي مراحل التسوية بتاعت الفول وشكله بيكون عامل ازاي. لكن انا في العادي ما بفتحش على الفول غير مرة او مرتين بالكتير خالص. بعد ما سبت الفول على نار عالية اول نص ساعة، هبدأ اهدي النار، اخليها كده بالظبط زي الشمعة. ولو عندك الشياطة او الصاجة بتاعة الرز هتحطيها، لو ما عندكيش هدي برضو النار كويس جدا وسيبيها زي الشمعة كده بالظبط. هتسيبيها لمدة 3 أو 4 ساعات. وطبعا زي ما قلتلك هتدي من البداية المية الكافية للفول. ولو هتبدأي بعد كده تضيفي مية فتضيفي مية سخنة، ما تضيفيش مية باردة. ما شاء الله بعد ما عدى 4 ساعات على الفول زي ما انت شايفة الفول القشرة بتاعته دايبة مستوية كويس جدا، لونه خطير، ده بإضافة معلقة الكركم.
تقيل، قوامه تقيل جدا، بدون ما نضيف له ولا نشا بقى ولا دقيق ولا اي اضافات ملهاش لازمه. جربي طريقه الفول دي وانا متاكده انها هتعجبك جدا. سهله وبسيطه جدا، وما شاء الله النتيجه بتاعتها ولا اروع من كده. هنحضر مع بعض بقى اجمل واحلى طبق فول للسحور، يعني زيت وليمون وطحينه، مفيش احلى ولا اخف من كده. رشه ملح بسيطه مع رشه كمون مع رشه شطه كده خفيفه. هتنزلي بمعلقتين 3 كده من الطحينه وعليهم عصير نص ليمونه ومعلقتين 3 كده من الزيت، واستمتعي باجمل وانضف واحلى طبق فول بيتي، احلى من الجاهز ب100 مره. عايزه اقول لك كميه النص كيلو فول بتديكي كميه كبيره جدا من الفول، يعني تكفيكي طول شهر رمضان. طريقه حفظه سهله وبسيطه جدا. انا بسيبه في الدماسه زي ما هو لغايه ما يبرد خالص، وبعد كده على التلاجة على طول. طبعا وقت ما باجي اخد منه بمعلقه كده نظيفه وناشفه تماما، باخد الكميه اللي انا عايزه اخدها واسيبه زي ما هو في التلاجة. تقدري كمان تحفظيه في برطمانات ازاز، اهم حاجه البرطمانات تكون ناشفه ومتعقمه. وتقدري كمان تحفظيه في اكياس وتحطيها في الفريزر وتسحبي الكيس كده وقت الاستخدام. بكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وما تنسوش تشجعوني كده بلايك حلو من ايديكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.